كنت بقى لي كتير أوي ما باصلّيش، يمكن سَنة، سنتين بجد ما باصلّيش، مش هاقول لكم بقى باقطّع، أنا ما باصلّيش، ما بافكّرش أصلًا أصلّي. لقيت حد بيصلّي قدّامي، فبعدين باقول إيه ده، هو صلاة؟ ياه! هو أنا ليه مش باصلّي بجد؟ كانت أول حكاية بقى من الأول خالص، من قبل ما أداري شعري، من قبل أي حاجة. قُلت إيه، لمّا أرجع بالليل هاشوف الموضوع ده، يعني هافكّر. المهم فتحت اليوتيوب، باتفرّج على فيديوز، أي فيديو يعني باحاول إن أنا أتفرّج على حاجة تخلّيني أحب أصلّي ليه؟ ليه أصلّي أصلًا؟ أنا مش عايزة أصلّي، ما أنا كويسة أهو من غير ما أصلّي. اتفرّجت بقى على فيديوز كتير، اللي يقول لك عذاب القبر، واللي يقول لك أنت لو ما بتصلّيش ما أعرفش هيحصل فيك إيه. لأ، أنا مش مقتنعة برضه، مش حاسة. الناس بقى اللي بترهب هتدخلي النار، جرّبت مع نفسي ترهيب، اللي هو هتتعذبي في نار جهنم، ودخلت شُفت صور نار لأ، برضه مش حاسة. مش عايزة أصلّي برضه. لحد ما لقيت فيديو، بُصّوا بقى، لحد ما لقيت فيديو واحد بيقول نفس كلامي، بيكلّم الشيخ بيقول له: "يا شيخ أنا بقى لي 3 سنين ما باصلّيش مش حاسس بأي فرق، يعني إيه اللي يخلّيني أصلّي بقى تاني؟ باتضايق من نفسي بس حاسس إن أنا يعني مش عايز وما باعرفش ودي عادة صعبة ومش صعبة." فقال لي: "أنت تعرف إن أنت ممكن يكون عقابك اللي أنت فيه ده أصلًا، إن ربنا مش عايز يشوفك، ربنا أساسًا مش محسّسك إن هو عايزك عشان هو مش عايز يشوفك أساسًا." قُلت له: "ربنا بيستصفى الناس اللي هو بيحبهم هو اللي بيخلّيهم ييجوا عشان يعبدوه أو عشان يصلّوا، فهو مش عايزك أساسًا، ربنا مش عايزك." أنا ساعتها بقى أقسم بالله يا جماعة الموضوع نزل كده زي ما يكون في قلبي، بجد الهدى، ربنا أمر بالهدى. عارفين اللي هو إيه، أنتِ بقى لِك ساعة عمّالة تتفرّجي على فيديوهات، ده أنتِ شكلِك عايزة بجد بقى، أنتِ ما بتمثّليش، طب تعالي خدي. ممكن أي حد أصلًا يشوف الفيديو ده يحس إن هو عادي أصلًا الفيديو عادي، بس لأ بجد الموضوع ساعتها هو بيبقى أمر، والله العظيم أمر بالهدى. فحسّيت عارفين اللي هو وإن تقرّب إليَّ شبرًا تقرّبت منه ذراعًا، والله العظيم كده. طب تعالي أنتِ عمّالة بتحاولي، أنتِ عمّالة بتتفرّجي على فيديوهات، طب تعالي يا سهيلة. ادّاني الهدى، الحمد والشكر لله يعني، اللهم الثبات، اللهم الثبات. لإن ما حدش ضامن نفسه طبعًا، يعني ما حدش ضامن نفسه في ثانية، زي ما في ثانية هداني ممكن في ثانية يزعل منّي. فالفكرة إن أنا ساعتها قررت إن أنا خلاص بقى أنا هاقوم إنسانة جديدة، عارفين اللي هو قُمت وأقسم بالله اغتسلت، لأ أنا إنسانة جديدة، وقسمًا بالله من اليوم ده أنا كنت إنسانة جديدة، والله العظيم فعلًا في كل حاجة. أنا فضلت شهر باعيّط، كل أمّا أقول الله أكبر أعيّط، أفضل أعيّط عياط، يا رب أنت مش عايزني، يا رب أنا باحبك، يا رب أنت زعلان منّي، طب أنت حارمني من إيه، طب قرّبني منّك. لحد ما وصلت، بُصّوا بقى، باصلّي سُنن، مش باصلّي فروض بس، باصلّي فروض بالسُنن بتاعتها، باصوم اثنين وخميس لحد ما رمضان دخل عليَّ، ورمضان جه بقى وبانزل الصبح 6، 7، كنت ساعتها بانزل تربية عملي، وبابقى صايمة، كنت باصلّي في الجامعة، لو كنت في الشارع باصلّي، هاصلّي، ما دام أدِّن هاصلّي حالًا، أي حاجة ممكن تبقى حرام مش هاعملها. شعري أهو، رقبتي أهي، كان ساعتها كمان أيام الكورونا وده كان شكلي by the way وقتها. عارفة أنا كنت ساعتها شكلي يعني مش حلو أوي، بس ده كان شكلي بجد، أنتم متخيلين؟ طول ما أنا ماشية أذكار، قبل ما أنام سورة الملك، أذكار الصباح والمساء، كل حاجة، ما باسيبش حاجة. وبقيت بقى بافهم الصلاة في كل حاجة، أنا ليه باقول التحيات، ليه إيه هي التحيات، ليه بنقول التحيات، ممكن أغلبنا ما يكونش عارف الموضوع ده. ليه في الأول باقول الله أكبر، ليه باقول الفاتحة، ليه باقول كذا، ليه باقول كذا، بجد اتعلمت كل حاجة، سُنة مش سُنة في الصلاة، وبقيت باعمل كل السُنن اللي ممكن تكون بتتعمل في الصلاة، علشان لو أنا عملت كل اللي في وسعي عشان الصلاة دي تتقبل، ليه بقى يا رب والنبي تتقبلها مني، بقيت باتحايل على ربنا عشان يقبل مني الصلاة. أنتم متخيلين؟ أنا مش عارفة عادي إن أنا أقول الكلام ده والّا لأ، بس أنا باقوله علشانكم، عشان بجد أنتم فايتكم كتير فعلًا. أنا فاكرة قسمًا بالله في اليوم ده أنا كنت ماشية في الشارع، بعدين باقول لنفسي هو إزاي حد يقرب من ربنا كل القرب ده ويحس الإحساس اللي أنا حاساه، السكينة ده، الدافي الهادي، السلام النفسي ده، ويبعد عنه تاني، أو مش عايزة أبعد عن ربنا تاني. كنت ماشية في الشارع وفاكرة الشارع، فاكرة كل حاجة. بقيت باسمع قرآن، أنا كنت باسمع القرآن باخاف، أنا بقيت باسمع قرآن عشان أنام. حفظت سورة ياسين، حفظت أول ربعين في البقرة، حفظت يعني جزء كبير في البقرة، أواخر البقرة طبعًا، حفظت الحشر، حفظت حاجات كتيرة أوي في القرآن. بجد كنت باسمع القرآن باخاف. يعني جربوا أسبوع واحد بس تعيش كده في ذمة الله، الصلاة بالسنن بتاعتها، تقرا قرآن، تسبح ربنا، والله العظيم الأذكار دي بتنزل في القلب كده دوا، دوا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلًا، فعلًا أنت هتدرك بقى الكلام، كل حاجة هتدركها، لإنك هتحسها، ده دواء، علاج الروح، الإيمان، كل ما يزيد إيمانك تلاقي نفسك بترتاح،
بتهدى. فانا بعمل الفيديو ده علشان يمكن حد الفيديو ده يأثر فيه، يا ريت يا رب كل واحد يكون بيشوف الفيديو ده يكون الفيديو ده أثر فيه، ممكن تكون إشارة من ربنا ان انت تبدأ فعلا او تحاول او اسعى، حاول هتلاقي ربنا بيعينك. والله العظيم اصلا انا لحد دلوقتي بصلي مش شطاره مني، ده فضل من ربنا عليا، مش شطاره من اي حد. ترضي ربنا، حاول ترضي ربنا وربنا هيخليك تعمل كل اللي انت عايزه وهتبقى انسان صالح. كل الناس حصل معاها بقى قصص زي كده، فانا عايزه اعرف ايه اللي خلاكم تصلوا، احكوا لي في الكومنتس. بس كده.